السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمود فاروق. حابب أتكلم معاكم بس في حاجة بسيطة بالنسبة لموضوع تبريد العربيات. في ناس كتيرة جدا بتتكلم اليومين دول في قصة اللي هو أنا وأنا ماشي بالعربية بلاقي الحرارة بتوصل معايا لدرجة معينة، أنا لما بشغل التكييف الحرارة بتنزل معايا لدرجة معينة مبتنزلش أكتر من كده. طيب إيه الأسباب دي كلها؟ مبدئيا لازم نحط في اعتبارنا إن كل حاجة في العربية دهيت مرتبطة ببعضها. والجزء التاني وهو ده الأهم، إن أنت لازم تكون فاهم وعندك خلفية كل حاجة ايه وظيفتها، ولازم تبقى فاهم كويس قوي ان كل حاجة ليها تفسير او مبرر عقلي. لان احنا في عندنا مشكلة كبيرة جدا ان كل الناس بتتعامل، او بمعنى اصح الفنيين الاغلبية العظمى مش كلهم بيتعاملوا على الموضوع ان هو في مشكلة في حاجة، يبقى شيل دي وغير دي ركب دي. ايوه لازم تبقى انت فاهم اصلا هي دي وظيفتها ايه، ودي لما تبوظ يبقى ايه عطلها واعراض الاعطال دي. طيب احنا النهارده دلوقتي بنتكلم ان احنا عندنا درجة حرارة عالية وده امر حاصل. يبقى هل النهاردة أنا لما همشي في جو يكون مثلا درجة الحرارة فيه حاجة وعشرين أو تحت درجة العشرين، هل هيبقى في الآخر نتيجة التبريد عندي زيها زي ما تكون درجة الحرارة 40 أو فوق ال40؟ أكيد لأ. حضرتك الهوا النهاردة اللي بيقابل العربية اللي هو الهوا الخارجي أو درجة الحرارة الخارجية هي اوريدي عالية، الهوا نفسه درجة حرارته عالية، فأكيد لما هتيجي تصطدم بريداتير مش هيديك درجة تبريد منخفضة زي في أوقات الشتاء. كذلك برضو المروحة لما هتشتغل هي برضو بالتالي جايبة هوا سخن، فأكيد برضو مش هتديك درجة تبريد قليلة زي في الشتاء. طبعا الكلام ده أنا بتكلم إن أنت دورة التبريد عندك كلها تمام، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة خالص عندك في دورة التبريد. أنت كل مشكلتك إن أنت الدنيا عندك تمام، بس بتلاقي درجة الحرارة عندك فيها تغيرات أنت مستغرب لها، فده هيكون أمر بديهي بناء على درجة حرارة الجو اللي حاصلة. والطبيعي انت النهارده لو شغلت مروحة في الوقت ده المروحة دي هل هتجيب لك هواء ساقع؟ اكيد لا، هي هتجيب لك هواء سخن على حسب درجة الجو. يبقى اذا انا النهارده لو درجة الحرارة عالية بس في نسمة هواء لطيفة هتلاقي درجة حرارة العربية معاك متوسطة. انما لو درجة الحرارة عالية ومفيش هواء اصلا هتلاقي الدنيا معاك مخنوقة نوعا ما. لكن كمان بقى لو في درجة حرارة عالية والهواء نفسه كمان سخن الخارجي، اذا انت كده هتلاقي درجة حرارة العربية ترتفع معاك بشكل سريع. حتى لو انت ماشي على طريق مفتوح وسرعة هادية برضه هتلاقي درجة الحرارة ترتفع في العربية. فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، درجة حرارة الجو المحيطة بينا هي ايه، وعلى اساسها ابدأ ان انا احدد هل عربيتي كده فيها مشكلة ولا ده بسبب درجة حرارة الجو. الجزئية دي مهمة جدا لأن في ناس كتيرة جدا كانت بتسأل عليها، حد يقولك أنا الحرارة بتوصل معايا ل105 و108، وحد يقولك أنا وأنا بشغل التكييف الحرارة معايا 90. أيوة أنت في النهاية التبريد بتاع العربية بيتم من خلال سائل تبريد ومن خلال في مروحة للريداتير، ففي النهاية أنت مش مشغل تكييف عند الموتور، لأ، ده الموضوع كله قايم على تبريد ذاتي على حسب درجة حرارة الجو. ونقطة برضو تانية مهمة، انت خلي بالك ان سائل التبريد اللي في القربة النهاردة هو درجة حرارته من درجة حرارة الجو، يعني فطبيعي برضو لما هتيجي تخش على مسارات التبريد مش تبقى زي مثلا في اوقات الشتاء ان هي بتكون باردة اكتر. وعايز تلاحظ الموضوع ده وتتأكد منه كمان، جرب ان انت تمشي بالعربية بتاعتك في اوقات مختلفة على مدار اليوم، وده انا جربته بنفسي. يعني ايه، تجرب ان انت تمشي مثلا في اوقات الوقت اللي هو اخر النهار، وتعالى امشي مثلا على الساعة 12 او واحدة بالليل، وتعالى امشي وقت الفجر، هتلاقي في وقت الفجر ده العربية بتجيب معاك درجات حرارة ولا كأنك انت في الشتاء بالظبط. وده طبعا على كل العربيات لان درجة حرارة الجو الخارجية دي هي على كل الناس، مش عربية وعربية طبعا باختلاف يعني بعض انواع عربيات ومنها اللادا، ان هي اصلا تصميمها وطبيعتها ان هي يعني توصل درجة حرارة مرتفعة شوية. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان يكون الفيديو ده فاتكم، وباذن الله في فيديوهات تانية هتتعمل خاصة بموضوع دورة التبريد وموضوع السيرموستات اللي في الكوعة، ويا ترى دي ليه مهمة ولا اشيلها ولا اخليها. التنظيف لدورة التبريد اساسا ممكن كمان تتم من غير فك ريداتير، طبعا ده على حسب حالة الدورة عندك نفسها عاملة ازاي. الكلام ده كله ممكن نتكلم فيه في الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله. انا كل الفكرة ان انا حبيت ان انا ممكن افيد غيري بمعلومات بسيطة جدا عندي اكتسبتها في الفترة اللي فاتت. شكرا جدا ليك.